بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، معكم حامد عبد العزيز الكردي، ينتهي إلى عمر الكردي ابن عم ميمون الكردي ابن جابان الكردي جليس المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أول من آمن بالله تبارك وتعالى من الكرد على يد المعصوم صلى الله عليه وسلم. أحاول في لحظات قليلة بناء على طلب من الأستاذ علي كولو أسجل هذه الكلمات عن وجود الشعب الكردي في مصر. الوجود الأول كان قبل الميلاد 1500 قبل الميلاد، الوجود الثاني في زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب من خلال عمرو بن العاص ومجموعة من الكرد على رأسهم جدي عمر الكردي. الوجود الثاني أو المجيء الثالث في الفترة الزمنية التي كان فيها أسد الدين شيركوف في مصر، واستعان بأخيه نجم الدين أيوب ليرسل له صلاح الدين ليطهر بيت المقدس ويعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في ربوع المعمورة. الوجود الرابع أو المجيء الرابع للكرد في زمن محمد علي بك الكبير، والذي أرسى معاني العدل والزراعة والصناعة في مصر. وعدد من هم ينتمون إلى الشعب الكردي في مصر 8 مليون كردي يقيمون شرع الله منذ أن جاءوا إلى مصر. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.